لو لقيت محل جزارة أول يوم عيد الأضحى عامل عرض على سعر كيلو اللحمة، هتسأل نفسك أول سؤال: هل اللحمة دي مستوردة ولا لحمة ضاني ولا لحمة إيه بالظبط؟ بس عمرك ما تتخيل إن اللحمة دي لحمة بني آدمين. والسؤال: يا ترى إيه أصل الحكاية؟ لكن قبل ما نبدأ، حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من محافظة القاهرة وتحديدا حي المرج. تبدأ القصة يوم الأحد 6 نوفمبر 2011. القصة دي حقيقية وحصلت فعلا، وكلها بدأت وانتهت في يوم واحد، أول يوم عيد الأضحى. وقبل ما تفتكر إن كده حرقت القضية في البداية، فتفاصيل القضية والدافع وراها هيخلوك تتفاجئ. بس في الأول وكالعادة خليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. في منطقة المرج في القاهرة دخل زبون محل جزار معروف هناك اسمه خميس عشان يشتري من عنده لحمة العيد. لكن الزبون شك في نوع اللحمة، شكلها ولونها كان غريب جدا، وخصوصا إن خميس كان سمعته سيئة في المنطقة، ومعروف عنه إنه بيخلط اللحمة البلدي بالمستوردة، وبعض الناس قالت عنه كلام أكتر من كده. لكن خميس كان تفسيره الدايم للسمعة دي إن دي إشاعات من منافسيه، لأنه دايما بيعمل عروض واللحمة عنده أرخص من أي جزار تاني. نرجع مرة تاني للزبون اللي جادل خميس في إن اللحمة دي لحمة حمير، وخميس بيأكد له إن دي لحمة ضاني بس قليلة الدسم. والزبون يحصل بينه وبين خميس مشادة كلامية، اتحولت المشادة دي مع الوقت لخناقة، وفي الآخر خميس طرد الزبون من المحل. الزبون مسكتش وراح على اسم شرطة المرج وحرر محضر بالتعدي، وقال إن خميس الجزار بيبيع لحمة حمير. وفي وقتها طلعت قوة من الاسم لمحل الجزارة وفتشوا التلاجات، وطبعا كان لازم يكون معاهم رجال الطب البيطري اللي قالوا إن اللحمة دي مش لحمة ضاني ولا حتى أي نوع لحمة معروف. فتم إرسال عينة للطب الشرعي عشان الكشف على اللحمة ومعرفة نوعها، وهنا كانت الصدمة. وطلع التقرير اللي قال إن اللحمة دي لحم بشري، وتحديدا منطقة الفخذ، وتعود لأنثى. والسؤال المهم دلوقتي: يا ترى مين صاحبة الفخذ البشري؟ وده يخلينا نرجع بالزمن لسنة 2006. خميس كان جزار عنده 35 سنة وقتها، اتجوز بنت صغيرة اسمها حسنى وكان عندها 20 سنة. كانت من نفس المنطقة وبيشوفها باستمرار وأعجب بيها، ورغم إعجابه بيها إلا إنه كان متردد إنه يتقدم لها لأن فرق السن ما بينهم كبير، وأكيد ده هيكون سبب كافي إنه يترفض. وفعلا اترفض أكتر من مرة، لكن كلها كانت تلميحات. ولأن وقتها الحادثة دي كانت بشعة جدا فتم حظر النشر عنها، عشان كده اسم الزوجة مش مؤكد. ونرجع تاني لخميس اللي المرة دي راح وتقدم بشكل رسمي، وبالرغم إن فرق السن بينهم كان كبير فحسنى وافقت عليه، وكتب لها مؤخر وقتها 100,000 جنيه، وده طبعا كان مبلغ كبير جدا سنة 2006. واتجوزوا، وطول فترة جوازهم حياتهم كانت مستقرة حتى بعد مرور 3 سنين جواز. لكن في خلال 3 سنين ما كانش حصل حمل، وخميس بدأ يزهق وسنه بيكبر والسنين بتجري، ونفسه في طفل يشيل اسمه. فقرر انه ياخد زوجته ويروحوا للدكتور عشان يعرفوا السبب، والدكتور يأكد لهم ان حسنى مستحيل تخلف. وفي الوقت ده خميس اتغير في معاملته مع حسنى، لحد ما في يوم عرض عليها انه يتجوز واحدة تانية بس بغرض الخلفة، لكنها رفضت إلا في حالة واحدة: لو طلقها وادها حقوقها بالكامل. وطبعا من ضمن حقوقها المؤخر اللي ب100,000 جنيه. وخميس وقتها كان مفلس وأقنعها إنه كان بيهزر وإنه بيحبها، وبدأ يعملها بجفا ويعايرها ويهينها ويضربها لحد ما سابت البيت. وطبعا كل ده عشان هي اللي تطلب الطلاق، وبكده ما يدفعش أي حاجة. ولما راحت حسنى لبيت أهلها كان رد فعل إخواتها على خميس مهين، لأنهم ضربوه في محله قدام كل الناس في الشارع. فكان الحل من وجهة نظر خميس إنه يوسط كل الأهل والقرايب عشان يرجع مراته مرة تانية، لأنه بكده هيخسر كل حاجة.
ورجعت حسنى بعد تدخل الأهل والجيران، وخميس مثل دور الزوج الندمان. وفعلا أهل حسنى كانوا لما بيسألوها كانت بتقول إنه اتغير ومعاملته اتحسنت، لكن الحقيقة إن خميس كان بيجهز لأسوأ خطة ممكن تتخيلها. ليلة العيد خميس رجع البيت عشان ياخد دش، وطلب من حسنى تجيب له فوطة، وبمجرد ما دخلت قفل الباب وانهال عليها بالسطور. وطبعا هي ضربة واحدة خلصت كل حاجة، وبدون ذكر أي توضيح أو تفاصيل خميس اتعامل معاها بنفس الطريقة اللي بيتعامل بيها مع الأضحية في العيد. قطع جثمانها الأجزاء، واللحمة حطها في شنط، والكفين والقدم والراس حطهم في الفريزر، ونظف الحمام ولبس هدومه وراح على المحل، وخلط لحمة مراته بلحمة عجالي، وعلق يافطة مكتوب عليها عرض العيد خصم كبير. منتهى الثبات الانفعالي وكأنه ما عملش أي حاجة. نرجع تاني للزبون اللي ربنا بعته عشان يكشف خميس. وبعد صدور تقرير الطب الشرعي الشرطة دهمت بيت خميس ولقوا باقي الجثة في الفريزر. ورغم إن كل شيء واضح لكن خميس أنكر في الأول وقال إنه ما يعرفش أي حاجة، وإن اللحمة دي هو شاريها من السوق. ولما اتسأل فين مراتك قال معرفش. ولما اتسأل مرة تانية الأجزاء البشرية اللي بتعود لمراتك دي كانت بتعمل إيه في الفريزر، كان برضو الرد معرفش. وبالرغم من إن التحقيق معاه كان تحصيل حاصل أو شيء روتيني ولازم يحصل، إلا إن القضية كانت واضحة من البداية. وفي الآخر انهار واعترف بكل حاجة، وقال إنه كان نفسه يخلف وحسنى كانت مش بتخلف، وإنه مش هيقدر يطلقها عشان المؤخر مبلغ كبير، فقرر إنه يتخلص منها عشان يتجوز ويخلف. وأخيرا يتم صدور حكم الإعدام على خميس. والمهم في القضية دي هو الدرس اللي وراها. في لحظة ضعف ممكن البني آدم فيها يتحول لوحش، بس مفيش مبرر يخلي جريمة زي دي تحصل. كان ممكن يحطها قدام أمر واقع ويتجوز عليها، لكنه اختار إنه يقتل ويبيع جثة مراته في العيد. ربنا يرحمها ويصبر أهلها. لو عايز تشوف قصص تانية ما تتصدقش تابعني. قصة من الواقع وأصل الحكاية تخليك تراجع ثقتك في كل اللي حواليك. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان. سلام.